أهلا بيكم في تاني الحلقات التعريفية لتطبيق باب العز، أول تطبيق مصمم خصيصا لإدارة ورش ومراكز صيانة السيارات. النهاردة هنتكلم عن أول وأهم قسم في التطبيق وهو قسم الورشة. هنعرف إزاي نستخدمه بالتفصيل وإزاي نقدر نسهل من خلاله عمليات الصيانة وبيع قطع الغيار وندير شغل الورشة بالكامل. قسم الورشة هو قلب إدارة عمليات الصيانة والخدمة، بيكون فيه كل حاجة ليها علاقة بإدارة السيارات الموجودة في الورشة. هتقدر من خلاله تعرف حالة كل عربية عندك وتتابع خطوات الصيانة كلها من أول ما العربية تخش المركز لحد ما تخلص الشغل اللي فيها وتخرج منه. وتقدر برضو تعمل كل فواتير الصيانة وبيع قطع الغيار من خلال القسم ده. يلا بينا نشوف بالتفصيل وخطوة خطوة ازاي نقدر نستخدم القسم وكل جزء فيه. أول ما بتفتح قسم الورشة بيظهر لك كل السيارات اللي موجودة في الورشة دلوقتي وبيتم الشغل فيها، زي العربية البي ام دبليو دي كده عندنا، والعربية الدايو دي. ولو عندك أكتر من عربيتين هتقدر تدوس على رؤية الكل اللي تحت هنا على الشمال، هتظهر لك باقي العربيات اللي موجودة في الورشة برضو وبيتم الشغل فيها. لو دخلت عربية جديدة وعايزين نبدأ شغل فيها بندوس على أمر شغل جديد، بيفتح لنا قائمة فيها كل العربيات المتسجلة عندنا في الورشة. ولو هو عميل جديد وأول مرة يجي لنا بنقدر ندوس على إضافة عميل جديد اللي تحت هنا دي، وبنبدأ ندخل بيانات العميل كلها. أول حاجة بتكون اسم العميل وبعدين رقم تليفون، والمفروض يكون عليه واتساب عشان تجيله الفاتورة بعد ما نخلص الصيانة. وبعدين بنكتب نوع العربية والموديل بتاعها، وبعدين نختار اللون بتاعها عشان لما تكون العربية بره عندنا بنقدر نميزها من خلال لون الايكون بتاعتها اللي بتكون بنفس لون العربية. وبعدين بنختار سنة الصنع ونقدر نضيف عداد الكيلومترات الحالي، وممكن ندخل رقم الشاسيه ورقم الموتور. ممكن نقول نوع ناقل الحركة سواء مانيوال او اوتوماتيك، وبعدين نقدر ندخل رقم لوحة العربية سواء حروف وارقام او ارقام بس. احنا طبعا اغلب النمر عندنا بتبقى حروف وارقام، فبندوس على الاختيار ده وندخل بيانات العربية. كل البيانات اللي عندنا دي بتكون اختيارية ما عدا اسم العميل ورقم تليفونه ورقم العربية عشان نقدر نوصل لبيانات العربية بعد كده بسهولة. وبعدين بتدوس على إضافة عميل جديد، وكده العربية اتسجلت عندك في البيانات بتاعة الورشة. لو عايزين نبدأ أمر شغل جديد والعربية دخلت عندنا وهنبدأ نعمل فيها صيانة، بنقدر نكتب في البحث هنا بيانات العميل زي اسمه أو رقم تليفونه أو رقم العربية، وبعدين بنختار العربية اللي عايزين نعمل فيها شغل، وبعد كده نبدأ أمر شغل جديد. هتلاقي بيانات ظهرت زي التاريخ والساعة اللي بدأ فيهم أمر الشغل، وهتلاقي اسم العميل، وتلقائيا هتلاقي بيانات العربية كلها ظهرت هنا اللي احنا بندخلها لما نضيف عميل جديد ونسجل العربية لأول مرة على السيستم. كل اللي عليك ان انت هتدخل عدد الكيلومترات اللي العربية داخلة بيه دلوقتي، نكتب هنا مثلا 340,000، وبعدين نختار نوع الصيانة. نوع الصيانة عندنا 3 أنواع للصيانة. أول حاجة صيانة دورية، ده لو العربية داخلة مثلا تعمل تغيير زيت أو تغيير بوجيهات أو سيور أو أي حاجة اللي هي ما فيش مشكلة في العربية وإحنا بس نعمل صيانة دورية. أو صيانة أعطال لو العربية فيها مشكلة ولسه هنبدأ نفحص ونشخص ونصلح العطل ده. وهتلاقي عندك هنا تحت حاجة اسمها تفاصيل الصيانات السابقة، لما بتدوس عليها بتظهر لك كل الصيانات اللي العربية دي عملتها في المركز عندك قبل كده. يعني لو اخترنا الصيانة دي مثلا هنلاقي هنا التاريخ اللي تمت فيه الصيانة، وهنلاقي اسم الفنيين اللي اشتغلوا، هنلاقي أستاذ إبراهيم هنا ومهندس حسن، وهنلاقي نوع الصيانة كانت صيانة دورية وعداد الكيلومتر اللي تمت عنده الصيانة، ولو في أي ملاحظات على الصيانة هنلاقيها هنا. وعندنا البنود اللي تمت في الصيانة زي زيت موبيل 10,000 هنا والكمية بتاعته والسعر اللي طلع بيه، وعندنا كان في خدمة غسيل داخلي وخارجي وكمية واحدة والسعر اللي طلعت بيه الخدمة. تالت اختيار واللي هو من أهم المميزات اللي بيقدمها باب العز اللي هو مرتجع تكرار الأعطال. يعني مثلا لو كانت العربية فيها مشكلة ورجعت بنفس المشكلة تاني بعد ما اتصلحت، أو لو كانت بتعمل صيانة دورية والصيانة دي حصل مشكلة في أحد بنودها، فبتبقى العربية راجعة تاني. بتلاقي اختيار ظهر عندك هنا تحت اسمه اختر الصيانة السابقة للمرتجع، لما بتدوس عليه بيظهر عندك كل الصيانات اللي تمت في العربية برضو، بس بتلاقي جنب كل صيانة زرار اسمه اختر، وبنقدر نختار الصيانة هنا كده بالشكل ده، فبيظهر لنا الناس اللي اشتغلت على العربية دي آخر مرة. ولما بتبدأ ان انت تشتغل على صيانة مرتجع أعطال، ده بيضاف للفنيين دول على تحليل البيانات بتاعهم بلون مختلف، وبيظهر لهم في السجلات بتاعتهم ان هم في عربيات اشتغلوا عليها ورجعت بنفس العطل تاني، عشان تقدر تقيم أدائهم بعد كده وتحاسبهم على الغلطات دي. وبعدين بتبدأ تضيف الفنيين اللي هيشتغلوا على العربية دي، سواء كانوا واحد من اللي فاتوا زي المهندس حسن كده مثلا، وندوس على علامة الزائد اللي في الجنب هنا، أو حد جديد ما اشتغلش في العربية دي قبل كده زي أستاذ مينا هنا كده، ندوس على علامة الزائد، يبقى كده دول الناس اللي هيشتغلوا على العربية المرة دي. ونفس الكلام برضو لو احنا هنعمل صيانة عادية زي صيانة دورية مثلا، بنبدأ نختار الفني اللي هيشتغل على العربية وندوس على علامة الزائد كده فبيتضاف. وهنا بتلاقي صورة عربية كده من كل الجوانب متحددة، بتقدر ان انت تعلم على الأجزاء اللي فيها خبطات أو ضرر في العربية عشان تحفظ حقك وحق العميل والعربية داخلة عندك. تمام. وبعدين بتنزل تحت
بتبدأ بقى تضيف بنود الصيانة اللي احنا هنعملها. بيبقى عندك الاختيارات هنا، تبدأ إن أنت تدوس على إضافة صنف. بنبدأ نضيف الأصناف اللي هنستخدمها في الصيانة. تلاقي تيل فرامل هنا، ندوس عليه كده وندوس على علامة الزائد، بيظهر قدامنا تيل فرامل مثلا الفيرنا ال HQ اللي فوق ده، ندوس عليه كده وبعدين بنضيف كمية 1. بعدين بيظهر لنا سعر الوحدة. بعدين بنقدر نضيف ملاحظات لو عندنا أي ملاحظات على القطعة دي. وبعدين بترجع تدوس على علامة الزائد اللي هنا عشان تضيف الصنف على الفاتورة، وهتلاقيه اتجمع في الإجمالي تحت عندك هنا. وعندنا هنا البند بتاع الخصم، نقدر نضيف خصم لو هنعمل خصم للعميل، ونضيف بند المصنعية تحتيه برضو. نقدر نكتب هنا سعر المصنعية 50 مثلا. ولو العميل عايز فاتورة ضريبية بنقدر نعلم على الجزء بتاع الفاتورة الضريبية ده هنا كده، وهو بيحسبها تلقائي ويضيفها على الفاتورة. ولو في ملاحظات هنكتبها على الفاتورة هنا كده عشان الفاتورة اللي هتتبعت للعميل. وبعدين نحدد طريقة الدفع، لو هي دفع كاش ولا دفع إلكتروني. ممكن كمان نعمل حفظ مؤقت لو احنا لسه مخلصناش شغل في العربية أو هنضيف بنود تانية مثلا، أو العربية لسه في الورشة عموما، فبنقدر ندوس حفظ مؤقت. وبعدين بنيجي هنا على الواجهة بتاعة الورشة من بره، بنلاقي العربية متحددة هنا اهي. نقدر نخش عليها تاني ونضيف البنود اللي احنا عايزينها او نعدل اي بيانات. او لو احنا خلصنا شغل في العربية خلاص، بندوس على انهاء امر الشغل، وتلقائي البرنامج بياخدنا على واتساب عشان نبعت الفاتورة للعميل على هيئة لينك. وفي نفس الوقت بيكون مصاحب للفاتورة لينك تاني بتاع الاستبيان بتاع استطلاع الرأي، عشان العميل يقول لنا رأيه ايه في الخدمة وفي الوقت بتاع الخدمة وفي السعر وحاجات زي كده. يعني خلينا مثلا ندوس على انهاء امر الشغل من هنا كده، هنلاقي ان هو بدأ يدخلنا تلقائيا على الواتساب. وبعدين نبعت بالشكل ده. هنلاقي إن الرسالة فيها لينكين. أول لينك هنا بيكون بتاع الفاتورة، وتاني لينك بيكون بتاع التقييم. اللينك بتاع الفاتورة لما نفتحه من هنا كده بياخدنا على المتصفح بتاعنا. هنلاقي اسم المركز واسم الفرع اللي تمت فيه الصيانة واسم العميل، وفي نفس الوقت البيانات بتاعت العربية كلها اللي احنا دخلناها. وهنلاقي البنود بتاعت الفاتورة. نرجع تاني لللينك بتاع استطلاع الرأي، هندوس على اللينك كده، هياخدنا برضو على البراوزر بتاعنا. هنلاقي ان هو بيقيمنا في كذا حاجة كده من خلال 3 اختيارات، سواء راضي او محايد او غير راضي على الاطلاق. اول حاجة ايه مدى رضائك عن مدة الانتظار، وفي نفس الوقت تقييمك لحسن الاستقبال، ومدى رضائك عن جودة الخدمة المقدمة، والتقييم للسعر، وهل تم إنجاز العمل المطلوب من أول مرة ولا رجعت تاني، وهل ستقوم بترشيحنا لعملاء آخرين ولا لأ. كل البيانات بقى اللي العميل بيختارها دي بتضاف لنا على تحليل البيانات، عشان نقدر إن إحنا مع تراكم الفواتير ومع كثرة الشغل نقيم أداء الورشة بشكل عام وأداء العاملين، ونقدر ناخد قرارات إدارية بحيث إن إحنا نعلي كفاءة المكان ونحسن جودة الخدمة. نرجع تاني لواجهة البرنامج، هنلاقي برضو في قسم الفواتير هنا لما ندخل الرقم السري بتاع المدير، هنلاقي في فواتير الصيانة فاتورة متسجلة عندنا هنا كده. لما ندوس على عرض كل التفاصيل، هنبقى نشرح قسم الفواتير بالتفصيل. هنلاقي هنا اسم العميل ورقم تليفونه والتاريخ بتاع الصيانة ورقم الفاتورة، وكل بيانات العربية متسجلة هنا. وهنلاقي صورة هنا للفاتورة على هيئة PDF نقدر إن احنا نرجع لها أو نبعتها للعميل مرة تانية. ويلا بينا نكمل شرح قسم الورشة. وعندنا جزء تاني في قسم الورشة وهو فاتورة قطع غيار جديدة، ودي بتقدر من خلالها إن أنت تطلع فواتير لبيع قطع الغيار. يعني لو عميل جالك مثلا هيشتري قطعة غيار أو هياخد منتج من عندك بس مش هيركبه في العربية أو معهوش العربية، فتقدر إن أنت تطلع له فاتورة تتبعت له على الواتساب، وفي نفس الوقت تتسجل عندك على السيستم من غير ما يكون هو مسجل العربية عندك قبل كده. فبنقدر ندوس فاتورة قطع غيار جديدة كده، وبعدين نلاقي العملاء المتسجلين عندك قبل كده. نقدر إن احنا نبحث عنه مثلا، هنقول عميل رقم 10 وندوس بحث، بنلاقي العميل ظاهر أهو. ونقدر برضو نضيف عميل جديد بنفس الطريقة اللي قلنا عليها في الورش. بتدوس على إضافة عميل كده وبتدخل اسمه ورقم تليفونه، لأن طبعا مفيش بيانات للعربية. فبتختار العميل بالشكل ده، وبعدين بيتفتح لك جزء فاتورة تحت. تقدر إن أنت تضيف الصنف عادي أهو تيل مثلا، وبعدين بتضيف الكمية وبتظهر لك سعر الوحدة بتاعتها هنا. وتقدر تعدله برضو عادي جدا لو أنت هتغير سعره عن السعر اللي أنت مسجله في المخزن. ولو عايز تضيف ملاحظات مثلا تقدر تضيفها من هنا. ونفس الكلام لو عايز تضيف خصم أو تحط ضريبة قيمة مضافة. وبعدين كله بيتجمع في الآخر على الإجمالي. وما تنساش تدوس على الزائد هنا عشان يتضاف الصنف على الفاتورة وبس. هتلاقي الإجمالي اتجمع عندك هنا تحت. هنحط ضريبة القيمة المضافة، هتلاقي حسابها تلقائي. وبعدين ممكن ندوس حفظ مؤقت برضو لو العميل لسه هيشتري حاجات تانية، أو ندوس إنهاء الفاتورة. ومن هنا بتتبعت الفاتورة على الواتساب بتاع العميل،
وبتتبعت لصاحب المركز، وكل الفواتير بيتضاف منها نسخة على قسم الفواتير عندك عشان تقدر تطلعها تاني أو تطبعها وقت ما تحب تطبعها. والبنود اللي زي الخصم وضريبة القيمة المضافة اللي بنقدر نختارهم ونزودهم في الفواتير ما بيظهروش في الفاتورة اللي بتروح للعميل إلا لو أنت اخترتهم، يعني لو ما اخترتهمش ما بيظهروش في الفاتورة. وهنا انتهت الحلقة بتاعت النهاردة، والحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن قسم تحليل البيانات وهنعرف إزاي نقدر نستفيد منه في إدارة شغل المركز واتخاذ القرارات. تابعوا سلسلة فيديوهات باب العز وربنا يديم العز عليكم، وسلام عليكم.